إذا شباب في هذا المقطع عندي لكم محاكي جديد لتشغيل ألعاب البلاي ستيشن وألعاب البي سي على هاتفك. يمكنك تجربة هذا المحاكي على الآيفون وكذلك على الأندرويد. محاكي جديد وسلس في الاستخدام. طريقة الدخول جد سهلة بدون الحاجة إلى أي هوية صينية أو إلى أي شيء. كذلك طريقة اللعب جد سهلة. طريقة جمع الكوينز كذلك سهلة. قبل بداية هذا المقطع لا تبخل علي بزاف على اللايك والاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد. والآن نذهب إلى طريقة التسجيل. إذن شباب طريقة التسجيل هي كالتالي: بعد الدخول إلى المحاكي هنا يعطينا التسجيل بواسطة الفيسبوك، وهنا يعطينا التسجيل بواسطة حسابنا على جوجل. مثلا أنا سوف أقوم بالتسجيل بواسطة حسابي على جوجل. سوف نضغط هنا. بعد ذلك سوف نقوم باختيار حسابنا على جوجل. وكما تلاحظون قد تم إدخالنا إلى المحاكي بدون أي هويات صينية أو بدون أي شيء. كما تلاحظون سهل في تسجيل الدخول. الآن سوف نذهب إلى طريقة تجميع النقاط. سوف نأتي إلى هذا الإيموجي كما تلاحظون بروفايل هكذا. هنا سوف نضغط على هذه العلامة وكما تلاحظون معي هنا يعطينا مشاهدة إعلانات، وتلك الإعلانات تعطينا نقاط. سوف نقوم بمشاهدة هذا الإعلان الذي يعطيك 5 نقاط. نضغط على واتش هكذا. وكما تلاحظون قد انبثق معنا هذا الإعلان. بعد الانتهاء 30 ثانية سوف نقوم بالخروج من هذا الإعلان وسوف يعطينا 5 نقاط. كما تلاحظون بعد ما انتهى الوقت أو 30 ثانية سوف نقوم بالخروج. كما تلاحظون عندنا 0 كوينز. نضغط هنا. كما تلاحظون أصبحت عندنا 5 كوينز. سوف نشاهد هذه الإعلانات بأكملها. يعطيك كل يوم تشاهد هذه الإعلانات وتأخذ النقاط. سوف نقوم بمشاهدة هذه الإعلانات كاملة ونعود إليكم. إذن بعد تجميع الكوينز سوف نذهب لتجربة لعبة بيس 2021. نكتب في البحث بيس 2021. ندخل إلى اللعبة كما تلاحظون. هنا ننتظر حوالي 10 دقائق في هذه غرفة الانتظار. كما تلاحظون الآن سوف يتم بإدخالنا إلى اللعبة كما تلاحظون معي. وقد تم إدخالنا إلى اللعبة. سوف تجدون هذا المحاكي في التعليقات، ولمن يريد محاكيات تشتغل بدون انترنت أو بدون وقت يكتب لي تم في التعليق.
مباراة اليوم متوقع أن تكون كبيرة وكبيرة جدا ومثيرة في ظل هذا الطقس الجميل. الأجواء جميلة جدا، الأجواء في المدرجات جنونية جدا. نأمل أن تكون مباراة رائعة في هذا اللقاء اللي فيه السماء صافية، فيه مدرجات ممتلئة، هنالك أغاني، هنالك أهازيج، هنالك روح عالية تملأ الجنبات في كل سنتيمتر في هذا الملعب. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. نستمع الآن وإياكم إلى النشيد الوطني لفرنسا. ثم الدور الآن على المنتخب الآخر في السلام الوطني.
والآن مع انطلاقة المباراة دانييلو بيريرا، برونو فرنانديز، رونالدو يلعب كرة بينية، يسعون لاستغلال المساحة الخالية. ماتويدي، لوكاس هرنانديز، ليز ماتويدي، دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعبها ببراعة تقريبا. غيريرو، برناردو سيلفا، لمسة بينية، فرصة سانحة للتسجيل، كريستيان، هدف برتغالي. شوفوا الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين، تعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. البرتغال يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. سامويل أومتيتي، الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة. تمريرة كارثية يا جماعة، يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. يمر ويلعب كرة بينية، يعدي إلى منطقة الجزاء، أنتوني غريزمان أخطأ لكنها مرت بسلام. غيريرو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم بواحدة أمام كريستيانو رونالدو في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. أنتوني غريزمان، تنطلق الصافرة، انتهت المباراة. إذن يمكن اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها. كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ.